هتصدقني لو قلتلك إن المصريين أكلوا لحوم البشر، وكمان حاكم مصر وقتها كان عارف اللي بيحصل. ده مش قصة خيال، ده قصة حقيقية ومذكورة في كتب كتير. كمل معايا عشان تعرف اللي حصل. في القاهرة سنة 1065 ميلادي، مش القاهرة اللي نعرفها دلوقتي، دي مدينة واقفة على حافة الموت. النيل نشف، الأسواق فاضية، والليل بقى أطول من الطبيعي. في اللحظة دي بدأ كابوس حقيقي، كابوس اسمه الشدة المستنصرية. في الأول الناس قالت دي سنة صعبة وهتعدي، بس السنة عدت وجت اللي بعدها، والجوع فضل موجود. الأرض ما نبتتش، والمخازن فضيت، والرغيف بقى حلم. اللي معاه فلوس عاش شوية، واللي ما عندوش اختفى. البيوت اتقفلت على نفسها، مش خوف من السرقة، لكن خوف من الجيران. الجوع غير الملامح، غير الأصوات، وخلى الإنسان يبص للإنسان كأنه فريسة. في الشوارع مبقاش في كلاب ولا قطط، اللي كانوا هنا اتاكلوا. وبعدهم الناس بدأت تختفي واحد ورا التاني. الليل بقى مليان همسات، والأبواب بتتقفل بدري، والناس بتستخبى في الضلمة. في حكايات اتكتبت في كتب تاريخ، مش حكايات رعب ولا خيال. دي ناس كانت بتستدرج الأطفال من الشوارع، ناس كانت بتربط حبل من فوق السطح، وأي حد بيطلع ما بينزلش، بيتاكل. الأسواق اتحولت لمقابر مفتوحة، وأطراف المدينة امتلت بجثث محدش قدر يدفنها. الريحة كانت في كل حتة، والصمت بقى تقيل، صمت واحد مستني دوره. اللي كان عنده دهب باعه، واللي باع دهبه باع هدومه، واللي خلص كل حاجة باع نفسه. الأم بطلت تبقى أم، والجار مبقاش أمان، والرحمة خرجت من المدينة. حتى القصور ما نجتش، الجوع دخل كل باب، والحاكم بقى عاجز قدامه. تحف اتحرقت، وكتب اتحولت لرماد، وجنود ماتوا من غير حرب. سنين طويلة عدت، والناس نسيت طعم الشبع. في كل بيت حكاية، وفي كل شارع سر، وفي كل ركن ذكرى حد مات. ولما المية رجعت ما رجعتش زي الأول. الأرض طبعا شربت، لكن النفوس كانت نشفت. اللي عاشوا الكابوس ده خرجوا منه بأجسام ضعيفة، هزيلة، وروح مكسورة. الأماكن لسه موجودة، والحجارة شافت وسمعت وسكتت. ولو الأرض بتتكلم كانت حكت عن زمن الجوع فيه كان أقوى من أي سيف ومن أي حرب. الشدة المستنصرية ما كانتش مجرد مجاعة، دي لحظة أثبتت إن الحضارة ممكن تقع، مش بالدم لكن بالجوع.